في البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولأهمية ذلك في استمرار القناة. بنت جميلة في رحلة قطار أوروبي وبتقرأ ومش عارفة تركز بسبب شجار الزوجين الألمان جنبها، وفي شاب قاعد وبيقرأ هو كمان، والشجار بيحتدم بين الزوجين، وطبعا ده طبيعي في الحياة الزوجية. وبتقوم البنت وبتغير المكان، بتقعد بجوار الشاب اللي بيقرأ زيها في كتاب، وبيسألها الشاب ما تعرفيش بيتخانقوا ليه؟ بتقوله لا عشان ما بتعرفش لغتهم الألمانية. وبيسألها بتقرأي ايه؟ بتوريله الكتاب رواية مدام إدوارد لجورج باتاي، وبتسأله هو عن كتابه، بيوريها كتابه كل ما أحتاج إليه هو الحب لكنسكي، وبيقول لها أنا رايح بوفيه القطار، وبيعرض عليها تروح معاه، وبيروحوا مع بعض. بيتعرفوا على بعض وبيقول لها إنه أمريكي، وبتقول له إنها فرنسية، وبتعرف إنه ما بيجيتش أي لغات أخرى، وبتقول له عشان أمريكي. بيقول لها فهمت قصدك، أنا الأمريكي المتعجرف الغير مثقف. وبيقول لها أنا درست الفرنسية وبحب القراءة، وبيعرف إنها ما زالت بتدرس في جامعة السوربون. وبيسألها عن سبب رحلتها، بتقول له إنها راجعة من عند جدتها أم أمها في المجر، وبيقول لها إنه في رحلة سياحية لفيينا في النمسا، وإنه مضى على رحلته 3 أسابيع وهيرجع لأمريكا بكرة. وبيدور بينهم حوار ومناقشات كتيرة، وبيتضح إن الاتنين متقاربين فكريا وهواياتهم متشابهة، وبيحصل بينهم انسجام كبير. بتيجي محطة القطار اللي المفترض إنه هينزل فيها، لكنه بيرجع وبيعرض عليها تيجي معاه في رحلته السياحية لفيينا، وبيقول لها إن الرحلة لفيينا لمدة يوم واحد لأنه هيرجع أمريكا بكرة، وبيقول لها يا ريت تيجي معاه لأنهم متقاربين في كل شيء، وبيقول لها لو ما عجبكيش الرحلة معايا مش هزعل لو مشيتي، وبتوافق وبتنزل معاه. وبيعرف إن اسمها سيلين، وبتعرف منه إن اسمه جيسي، وبيتمشوا في فيينا الجميلة، وبيسألوا 2 نمساويين عن أماكن سياحية ممكن يروحوها، وبيقولوا لهم. وبيركبوا ترام، وبيسألها جيسي هل في حد في حياتها؟ بتقوله كان فيه لكنها حاليا غير مرتبطة، وبتسأله هي، بيقول لها إنه زيها وإنه حاليا غير مرتبط. بيتكلموا في مجالات كتيرة في الأدب والسياسة، وبيتضح إنهم متقاربين جدا فكريا وعلميا، حتى هواياتهم تقريبا واحدة. بينزلوا من الترام وبيدخلوا محل لسماع اسطوانات موسيقية. بيحاول جيسي يختار اسطوانة، لكن سيلين بتسبقه، وبيدخلوا غرفة الاستماع، وطبعا بتكون كاتمة للصوت، وبيسمعوا أغنية عاطفية اختارتها سيلين. الأغنية بتعجبهم جدا وكلماتها متطابقة على علاقتهم، وبتقول كلمات الأغنية لما بتيجي رياح الحب بيبدأ ياخد مساره في حياتنا، وبينظروا لبعض في إعجاب، متأثرين جدا بكلمات الأغنية الجميلة، وبيخرجوا يكملوا رحلتهم الجميلة في أجمل أماكن فيينا. بيدخلوا حديقة وبيستغربوا من وجود أرنب فيها بيمشي في سلام، وبيدخلوا مقبرة جميلة وأصوات الطيور في كل مكان. Maybe your first name, that's all. بيروحوا ملاهي وبيشوفوا فيينا من الأعلى، وبيتقربوا عاطفيا أكتر، وبيستمتعوا بوقتهم الجميل واللحظات اللي هتصبح باقية في ذاكرتهم للأبد. بيستمروا في حديثهم ونقاشهم الممتع، خاصة بعد ما اتضح إن أفكارهم واحدة. وبيقعدوا في كافيه في أحد شوارع فيينا الجميلة. بتيجي واحدة بتقرأ الكف، وبتقرأ كف سيلين، وبتقول لها انتي في رحلة وغريبة عن هنا، وبتقول لها انتي مبدعة وهتبقي امرأة عظيمة، وبتقول لها لازم تتقبلي الحياة بكل أزماتها، وبتقول لجيسي انه غريب عنها، وبتقول لهم انتوا نجمين
وتذكروا إن العالم كله اتشكل من تفجر النجوم، وكل اللي حوالينا هو من بقايا النجوم. انتم نجمين. وبينبسطوا من كلامها. بيكملوا مشيهم في شوارع فيينا وبيستمتعوا بوقتهم. بيلاقوا كنيسة ضخمة وبيسألها جيسي تفتكري هي مفتوحة؟ وبتقوله نجرب. وبيلاقوها مفتوحة وبيدخلوا وبيقعدوا وحدهم فيها. بيكملوا كلامهم الممتع واللي واضح إنه ملوش نهاية بسبب إنهم متشابهين في فكرهم، حتى هواياتهم وآرائهم واحدة تقريبا. وبيخرجوا من الكنيسة وبيتمشوا بجوار نهر الدانوب الجميل. وبيسألها جيسي لو منزلتيش معايا هل كنتي هتكوني دلوقتي في باريس؟ بتقوله لا. وبتسأله وانت؟ بيقولها كنت هفضل أتمشى وحدي في شوارع فيينا وأبكي عشان ما جيتيش معايا. وأثناء مشيهم بجوار نهر الدانوب بينادي عليهم شاب بيقول لهم اختاروا أي كلمات وهصنع لكم منها بيت شعر حالا، ولو عجبكم ادفعوا لي اللي تقدروا عليه. وبيوافقوا لأنهم بيحبوا الشعر والموسيقى. وبيبدأ الشاب النمساوي يكتب بيت الشعر فورا، وبيديهم الشعر بعد أقل من دقيقتين، وبيقولوا له ممكن تقرأوا لنا؟ وبيقرأ أوهام وأحلام يقظة. يا عزيزتي بوجهك الجميل دعي عيناك الجميلتين تنظران في عيني لتعرفي ما يعنياه لي يا ملاكي، لأني مليء بالأوهام، لا تعرفين من أين جئت ولا نعرف إلى أين سنذهب، ونحن عالقان في الحياة مثل غصنين في النهر، ويجرفنا النهر معه في طياره. بيعجبهم بيت الشعر جدا وبيتأثروا بيه لأنه بيوصف حالتهم العاطفية. وبيدوا للشاب الموهوب فلوس وبيشكروه. وبيرجع يكمل كتاباته في الشعر على ضفاف نهر الدانوب. بيدخلوا ملهى ليلي وبيتكلموا عن علاقاتهم العاطفية السابقة، وبيتضح إن الاتنين انفصلوا عنها منذ شهور. وبيقول لها جيسي إن أساس الحب الناجح هو الإخلاص وعدم الأنانية، وطبعا صحيح. وبيكملوا رحلتهم في شوارع فيينا الجميلة. بيدخلوا مطعم وبتقوله سيلين هنفترض إنك صديقتي اللي في انتظاري بعد ساعات، وبكلمها في التليفون وبتقولها مش هقدر أقابلك النهاردة. بيقولها ليه؟ بتقوله لأني قابلت شخص في القطار ونزلت معاه لفيينا وإحنا لسه هنا. وبيقولها إزاي تعملي كده وتنزلي مع شخص غريب؟ بتقول هو أقنعني وكان لطيف جدا وما قدرتش أقاوم، وهو كان كأنه طفل ما صدق شاف شبح جدته من أمه. وبتقول إنها أعجبت بيه من اللحظة الأولى، وإنه سحرها وبدأت تحبه مع مرور الوقت. وطبعا جيسي مبسوط من كلامها وبيقول لها هتشوفيه تاني؟ بتقول ما تكلمناش عن الموضوع ده لسه. وبتقول له اتصل انت بصديقك. بتقول له عملت ايه في رحلتك؟ بيقول قابلت بنت جميلة في القطار خلتني مش عاوز ارجع، ووجهها زي وجه ملاك في لوحة جميلة. بتقول له عجبتك في ايه؟ بيقول ذكية جدا وعاطفية وجميلة. وبتقول له أنا متأكد إنها قعدت جنبك عن قصد. وبيقول معقول وبيضحكوا. وبيقول لها جيسي وأنا معاكي بحس إني في عالم خيالي. بتقول له سيلين ممكن عشان لقائنا ما كانش المفترض إنه يكون. وبتقول له تمام زي سندريلا. وبتقول له يطلع الصندل الزجاجي يشوفه مقاسها ولا لأ. بيقول لها أنا متأكد إنه مقاسك، يقصد إنها سندريلا اللي بيدور عليها. بيقعدوا في مكان بجوار نهر الدانوب. وبتقوله في الصباح هترجع بلدك ومش هنشوف بعض تاني. وبيقولها هل تعتقدي إننا مش هنشوف بعض تاني؟ وبتقوله رأيك أنت إيه؟ بيقولها جيسي مش عارف لسه. وبيقولها ممكن تيجي أنت أمريكا أو ممكن أنا أجي تاني. جيسي بيقول لجرسون البنت اللي قاعدة هناك دي أول ليلة أتعرف بيها ومعيش فلوس ومحتاج زجاجة بيرة، وهبعت الفلوس من أمريكا على عنوانك. وبيوافق الجرسون الطيب وبيديلهم الزجاجة وبيقوله متشكر جدا. والجرسون بيبص عليهم واضح إنه حاسس بيه وإنه كان زيه في يوم من الأيام. وبيكملوا كلامهم الجميل اللي ما بينتهيش.
وهم مستلقيين على أرض جنينة، وبيقرروا يباتوا فيها لحد الصبح لأن ما عادش معاهم فلوس. وبتقوله سيلين لو مش هنشوف بعض تاني بلاش تتطور علاقتنا أكتر من كده. وبيقول لها جيسي هنشوف بعض تاني. وبتقوله سيلين وهي بتضحك انت بتقول كده عشان تتطور علاقتنا. وبيضحك جيسي وبيقول لها لا فعلا هنشوف بعض تاني. وبيقول لها جيسي بلاش مش مهم العلاقات المادية، لكن سيلين بتقوله بحزن انت مش عاوز تشوفني تاني؟ وبيقول لها جيسي طبعا عاوز اشوفك تاني وهتجوزك كمان. بيطلع النهار وبيقول لها جيسي رجعنا من آلة الزمن، يقصد رحلته الجميلة معاها اللي بتشبه الخيال وانتهت. بيسمعوا صوت بيانو والغريب انه في وقت الفجر وبيروحوا بيشوفوا عازف بيعزف داخل منزله وبيشاهدوه من الشباك وبيسمعوا العزف الجميل في منظر رومانسي جميل. وبيرقص معاها جيسي على عزف الموسيقى الجميل. وبيقول لها جيسي هتأملك عشان صورتك تكون دايما في ذاكرتي، وبتقف كأنه بيصورها وبتشبه الموناليزا في لوحتها الجميلة، ومشاعر الحب واضحة على وجه جيسي. بيقضوا اللحظات الأخيرة لهم قبل ميعاد رحيلهم، وبيقعدوا تحت تمثال في ميدان جميل. وبيقول جيسي بيت شعر جميل عن الزمن وسرعته، وبيحزن جيسي عشان الوقت جري بسرعة وقربت لحظة فراقهم. بتيجي لحظة الرحيل وبيروحوا محطة القطار، وبتركب سيلين القطار عشان تعود لفرنسا. وجيسي حزين ومرتبك جدا ومش عارف يقول حاجة. وبيقول لها بكره اللحظة دي، وبتقول له سيلين وأنا كمان، ومشاعر الحزن واضحة على وجوههم. وبيقول لها جيسي مفيش فراق هيحصل وهنشوف بعض تاني. وبتقول له سيلين كنت مستنياك تقول كده. وبتقول له سيلين نتقابل بعد 5 سنوات عشان تكون خلصت دراستها في جامعة السوربون. بيقول لها كتير. بتقول له بعد عام. بيقول لها ايه رأيك بعد 6 شهور؟ بتقول له هيكون في برد شديد. وبيقول لها مش مهم هنروح اي مكان. وبتقول له 6 شهور من دلوقتي ولا من ليلة امس؟ بيقول لها من ليلة امس 16 ديسمبر بعد 6 شهور في الساعة 6 مساء عند الرصيف التاسع في محطة فيينا. وبيقول لها انت هتركبي قطار لكن انا هركب طائرة عشان اجي هنا. وبيودعوا بعض بصعوبة، وبتطلع سيلين القطار وبيبص عليها جيسي من على الرصيف. وبيتجه جيسي لطريقه عشان يرجع لبلده أمريكا. وبيرحل القطار وبيتذكروا اللحظات الجميلة اللي عدت بسرعة ومرت عليهم زي الخيال، تماما زي ما قال جيسي كأنهم كانوا في آلة الزمن. وبنشوف الأماكن اللي كانوا فيها وحشة جدا من غيرهم، وجودهم فيها كان زي الزهور في أماكنها. الأماكن اللي كانت جميلة لما قضوا فيها أجمل لحظات حياتهم أصبحت الآن جافة تماما وموحشة. هل هيرجعوا جيسي وسيلين ويتقابلوا في الميعاد اللي اتفقوا عليه بعد 6 شهور؟ انتظروا الجزء الثاني عشان نعرف ايه اللي هيحصل. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.